ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا بقى في فيديو النهارده ده هعرفكم على طريقه ازاي تخرجوا بيها الصدى من اي حاجه استانلس عندكم. هنا انا كان معايا صفايه معالق وبقالها كتير جدا ما اتغسلتش، وطبيعي جدا اي حاجه استانلس بيجي عليها ميه في فترات كتيره بتصدي مننا. سواء بقى الطريقه ديت تنفع سواء لصفايه المعالق، سواء بقى للمعالق عندك فقدت اللمعان والبريق بتاعها، او سكاكين، او حتى المقوار اللي انتي بتعمليه للمحشي، او ممكن كمان لمخرطة الملوخية لو فيها صدى او اي حاجة بتستخدميها فيها ستانلس. تقدري تعملي الطريقة دي كل شهر، كل شهرين، بحيث ان انت تجددي اللمعة بتاعتها وتعيد كده كأنك لسه جايباها جديدة. تعالوا بقى شوفوا، كملوا معايا الفيديو لحد الاخر وهوريكم على طريقة حلوة جدا هترجعوا الستانلس بيها حلو جدا. سواء كان الستانلس او الصدى فيه خفيف او الصدى فيه تقيل زي ما انتم شايفين. هنا عايزه اقول لكم ان هو كان تقيل جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده الصدى كتير جدا فيه. جبت بقى حلة مية مغلية، تمام، ونزلت عليها بمعلقتين كبار من اي صابون سائل بتاع المواعين، وجبت نص ليمونة بدأت ان انا عصرتها عليها، وحطيت بقى الليمونة رميتها الباقي يعني جوه الحلة. خلي بالكم ان انتوا تستخدموا حلة اكبر شوية وتحطوا فيها يعني 3/4 ميه، وكمان تكون الحاجه اللي انتوا هتحطوا فيها الحله تكون على قدها، لان انا في الاول استخدمت الحله دي كانت صغيره. نعيد تاني الحاجة الأساسية معانا أو المكون الأساسي معانا اللي هيقضي على الصدى، وهو ورق الفويل بتاع البوتاجاز دوت اللي انت بتغطي بيه الأكل وكده. تمام، ورق الفويل دوت هتجيبي كام قطعة كده وترميهم في المية. يبقى انا جبت مية سخنة وحطيت عليها معلقتين بريل، وحطيت عليهم كمان عصرة ليمونة وكمان الورق الفويل ده، وبدأت سيبته لحد ما يغلي كده شوية مع نفسه، وجبت الصفاية بتاعتي ونزلت بيها. هفضل اقلب فيها كده لحد ما ما احس ان هو خلاص. هتلاقي كمان لون المية معاكي بيتغير، الصدى بينزل في المية. عايزه اقولك ان الطريقه دي هتنفع معاكي جدا في كل اي حاجه استلس فيها صدى. عايزه اقول لكم هنا اضطريت ان انا اعملها كذا مره، مرتين بس الحركه ديت، لان زي ما انتم شايفين هنا الصدى كان مليان في الستانلس، ما اتعملش بقاله كتير جدا، فالصدى كان مالي الستانلس. وزودت هنا في الاخر بيكربونات، حسيت ان انا محتاجه ان انا اساعد كمان الميه المغليه والمكونات ديت، فنزلت هنا في المره الاولى بالبيكربونات، عشان عايزه اقول لكم المره التانية هزود مكون تاني. تمام، خرجت معاكي من اول مره الصدى والحاجات لمعت يبقى خلاص تمام. ما خرجتش يبقى ان احنا هنضطر نعمل كمان مره، وهزود بس مكون، هبدل البيكربونات بمكون تاني. خلصتها بقى وقعدت ربع ساعه اقلب فيها، وغسلتها بعد كده بسبونج عندي، ودي كانت النتيجه من اول. عايزه اقول لكم ان هي كانت كويسه جدا، بس كان لسه برضو زي ما انتم شايفين كده في شويه صدى، ما طلعتش مني من اول مرة. اللي عنده صدى جامد كده هيضطر يدخل معايا في المرحلة التانية، علشان اقول لكم ايه المكون اللي هيساعد ان الصدى ده كله ينزل باذن الله واحد احد. بس اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وانزلوا اعملوا دلوقتي لايك حالا، اضغطوا على علامة اعجاب، و اكتبوا لي بقى اي كومنت كده تحت تشجيعي ليا عشان استمر معاكم في الفيديوهات بتاعتي واقدم لكم افكار ان شاء الله تهم كل بيت. دي كانت المرحلة التانية. جبت برضو حاجة اوسع بقى علشان اقدر اتحكم فيه، لان انا معايا حاجة كبيرة فكنت محتاجة حاجة اوسع. غليت المية فيها وبدأت ان انا احط صابون السائل، ونفس المكونات اللي انا استخدمتها في المرة الاولى هستخدمها في المرة التانية. بدأت ان انا حطيت الصابون السائل ونص الليمونة. هنا المرة دي بقى انا حطيتها كده على طول النص ليمونة، وهعصرها وانا شغالة. وجبت هنا برضو ورق فويل جديد خالص، وبدأت ان انا حطيته في المية والنص ليمونة زي ما قلت لكم. والمكون الرابع معايا هو ملح الليمون. عايزة اقول لكم ان ملح الليمون حلو جدا جدا في تلميع وتنظيف الصدى من على الاستانلس، فظيع بجد. خلي بالكم ان هو هيعمل فوران، فانتوا تكونوا عاملين حسابكم ان انتوا تكون المية مش للاخر عشان ما يفرش ويقع على البوتاجاز. وهنا بقى بدأت احط الصفاية بتاعتي تاني، وهبدأ برضو مزهقش يعني ما تطلعيهاش بسرعة، سيبيها تاخد وتدي في المية. يعني ممكن تقعدي من ربع نص ساعة سيبيها، لان الصدى هنا كان معايا كتير. لكن لو انت مش في الصدع مجرد تلميع مش هياخد معاكي 5 دقايق بالظبط.
لكن لو في صدى زي اللي عندي دوت هتقعدي شويه. هنا بقى بدات ان انا الشقلبه، كان النتيجه بدات تبقى باينه زي ما انتوا شايفين كده، النتيجه بدات تظهر لي. تمام. وانا بعمل بقى غسلتها في النص كده مره بالسبونشه، وبعد كده رجعتها تاني في الميه السخنه قعدت تغلي. ودي كانت النتيجه النهائيه، بجد نتيجه حلوه جدا جدا. يا رب تكون الكاميرا موضحه زي ما انا شايفه كده بعينيا ان هي النتيجه بجد. الحمد لله الصدى خرج خالص من الصفايه بتاعتي، ولمعت ورجعت جديده كانها فعلا لسه مشترياها. حلوه جدا جدا جدا. بتمنى تكون ان انتوا استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من الفكرة بتاعتي، ولو عجبتكم اعملوا لها شير لكل ام ولكل بنت او لكل عروسة كمان جديدة. اكيد الفكرة دي هتنفعها، لان الفكرة دي بتتعمل مش مرة واحدة في العمر، انت كل مرة بتعيدي على الستانلس بتاعك عشان يرجع ينور في بيتك تاني ويبقى كأنه جديد. اشوفكم بقى في فكرة جديدة وفيديو جديد.